ايه موضوع البرجر اللي بينفش ده يا جماعه؟ في برجر بينفش؟ السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض اليوم مفتوح. معاكم محمد مجدي اي كي اي ذا فليكس كينج وانستجرام. رمضان مبارك، تاني حلقه من حلقات رمضان. المره دي الحلقه اللي اتطلبت مني من اول ما عملت القناه، وهي برجر الدجاج المجمد اللي تقدر تشتريه من السوبر ماركت. انا رحت السوبر ماركت لقيت فيه نوعين برجر دجاج، في برجر دجاج العادي اللي هو المشوي، وبرجر دجاج اللي بالبقسماط. فالحلقه دي هتبقى البرجر دجاج العادي، لان ده فيه 8 انواع وده فيه 8 انواع. فهنعمل المره دي برجر دجاج العادي، وهيبقى فيه جزء تاني لبرجر الدجاج اللي بالبقسماط. يلا بينا. اول نوع معانا من شركة حلواني برجر الدجاج. ده ال 100 جرام فيه 145 كالوري. المكونات لحم دجاج مجمد 65%، والباقي بروتين صويا، بصل، توست، نشا البطاطس، توست ونشا البطاطس، ملح، توم، توابل، محسنات نكهة. هو ده كاتبين عليه بقسماط، يا خوفي يطلع من اياهم. خلينا نشوف ده برجر دجاج عادي ولا متغلب بالبقسماط. لو متغلب بالبقسماط هضطر اجنبه ونعمله مع الحلقة التانية، فخلينا نشوف ده. ده برجر الدجاج العادي، ده كل واحد متغلفة. ده شيء ممتاز عشان ما يلزقوش في بعض، فده حلو التغليف ده. بس هي البرجراية حجمها صغير قوي، يعني انا مش عارف، يعني قطرها صغير جدا، فدي غالبا لما تتعمل هتكش. انا برضو هعمل كل انواع بالقلاية الهوائية عشان يبقى الى حد ما صحي. ونشوف، انا عارف الناس هتقولي هو حلاوته في الزيت، بس عشان نبقى بنعمل تجربة صحية ويبقى كلهم شبه بعض، عشان ممكن الزيت يتحرق فتيجي نعمل فيه اللي بعد كده يطلع طعمه مختلف. لا، خلينا نعملهم كلهم في القلاية الهوائية ونشوف طعمه هيبقى عامل ازاي. فده اول نوع معانا من شركة حلواني. انا مش هكتب اسعار لان احجام العبوات اللي انا جايبها مختلفة تماما. كل يعني دي فيها 24 واحدة تقريبا، في حاجات فيها أربعة، ان كل الاحجام اللي لقيتها متفاوتة. بلس ان ناس كتير قالت لي ان الاسعار في من سوبر ماركت لسوبر ماركت بتختلف. فانت خد النوع، ولو تقييمي عجبك للنوع ده اشتريه وجربه. طب خلينا نعمل حلواني ونشوف طعمه هيطلع عامل ازاي. يلا بينا. عملت حلواني على القلاية الهوائية على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة. أنا هعمل كلهم على نفس درجة الحرارة ونفس الوقت. حلواني استوى تماما وما كشتش، يعني هي نفس الحجم اللي كانت في الغلاف من الأول، وهي نية متحمرت تماما أو اتشوت تماما. خلينا ندوق طعمها عامل ازاي. ريحتها دجاج. بسم الله. التتبيلة حلوة، بس حاسس ان ملحها زايد سنة، بس الى حد ما شغالة، فطعمها حلو. بس هما كاتبين ان هو 65% لحم دجاج الباقي صويا، بس كبرجر دجاج طعمه حلو. نروح اللي بعده. تاني نوع معانا من هوت اند كريسبي برجر دجاج. هوت اند كريسبي كنا جربناها في حلقه الستريبس وحلقه الناجتس، هسيب لكم اللينك بتاعها هنا. ده كاتبين السعرات الحراريه للحصه الواحده، اللي هي الواحده 56 جرام. كاتبين 123 كالوري في الحصه الواحده. ده يعتبر كتير. حلواني كان ال 100 جرام فيها 145 كالوري، ده يعتبر كتير. مكوناته صدر دجاج، ملح، بودرة ثوم، زنجبيل، فلفل ابيض، وبصل. خلينا نفتح بوتن كريسبي من ازاي، بس انا حاسسها الواحدة كبيرة عن حلواني. كده. طيب ده شكله يمكن ارفع سنة من حلواني، بس اعرض، مش عارفين هيكش ولا لا. خلينا نعمل هوت اند كريسبي ونشوف عامل ازاي. يلا بينا. طيب عملت هوت اند كريسبي. الغريبه يعني حطيتها على نفس درجه الحراره بنفس التوقيت، ارفع كتير من بتاعه حلواني، وما اتحمرتش كلها، في اجزاء منها بيضه. هما كانوا كاتبين ان هو صدر دجاج، مش كاتبين ان محطوط فيه صويا. فيا ترى هل هي فعلا صدر دجاج مفروم؟ خلينا ندوق طعمه عامل ازاي. هوت اند كريسبي، بسم الله. فاجئني الصراحه، طعمه حلو جدا. طعمه صدور دجاج مفرومه، ما تحسوش فيه اي طعم حاجه زياده. تتبيلته معقوله، الملح فيه مظبوط، فده لحد ما رائع. نروح اللي بعده. النوع اللي بعده من شركة السنبلة برجر دجاج. ده ال 100 جرام فيه 150 كالوري. المكونات لحم دجاج، مش كاتبين ولا صدر ولا اوراق، بصل، ماء، زيت اولين النخيل غير مهدرج، وخليط بهارات، وبروتين الصويا، وملح مستحلب، ومحسن نكهة. خلينا نفتح السنبلة ونشوف عاملة ازاي.
يبقى ده محطوط بينهم ورق بس كله ملزق في بعضه، يعني غالبا هو لسه محلش. اوكي، حجمها حجم البرجر العادي، بس برضو سمكتها الى حد ما معقولة، مش رفيعة زي هوت اند كريسبي. خلينا نعمل السنبلة ونشوف طعمه عامل ازاي. عملنا السنبلة، اتحمرت كلها بالمنظر ده، شكلها غريب شوية كده، بس يعني تحس ان هي عليها طبقة خارجية كده غير الباقيين. فخلينا ندوق طعمه عامل ازاي. بسم الله. قريب من حلواني، بس ده طعمه عجبني اكتر. الملح فيه مظبوط، التتبيله حلوه، مش زي هوت اند كريسبي اللي هو تحس ان هو دجاج بجد، تحس ان فيه طعم صويا شويه، بس طعمه حلو. ده اوبشن ممتاز، بس هي مشكلتها ان هي رفيعه بزياده. الساندوتش محتاج مثلا تحط 3 عشان تحس ان انت بتاكل برجر دجاج. نروح اللي بعده من شركة الوطنية، برجر دجاج جامبو. للأسف ما لقيتش منه عادي، مفيش غير جامبو. غالبا ده المفروض يبقى حجمه أكبر منهم قبل كده. ده لكل 100 جرام فيه 153 كالوري. المكونات: لحم دجاج، بهارات، ملح طعام، فلفل أسود، بصل بودرة، شطة. خلينا نفتحه ونشوف. اوكي، مغلفين الأربعة مع بعض كيسة واحدة. لغايه دلوقتي حلواني كان افضل واحد في التغليف، ان هو عامل كل واحده في كيس. دي رائعه. ازمه اي برجر مجمد اما يبقوا لازقين في بعض كده. المشكله ان انت لو سيبته تحل بيبقى عامل زي العجينه. ده شكل البرجر جامبو تخين. يا ترى طعمه هيبقى عامل ازاي؟ هنعمله ونشوف طعمه عامل ازاي. في حاجه غريبه حصلت مع الوطنيه، البرجر نفش، زاد حجم. اي برجر المفروض بيكش، لكن برجر ينفش ده جديده عليا، اول مره اجربه. خلينا نشوف طعمه عامل ازاي. برجر الوطنيه الجامبو. بسم الله. هو انا مش عارف اقول ايه صني. هو طعمه تحس فيه شويه زفاره، ومالح. فلا، عن نفسي ما عجبنيش. ممكن يعجب ناس تانية، بس عن نفسي ما عجبنيش. نروح اللي بعده. طيب نيجي للنوع اللي بعده من شركة رضوى. برجر دجاج فاخر. ال 100 جرام فيها 147 كالوري. مكونات: لحم مفروم صدر دجاج لا يقل عن 70%، معنى كده ان فيه صويا، ماء، دقيق القمح، الياف، نشا، ملح، وحاجات كتيرة كده، مواد كتيرة غريبة ما شفتهاش في ولا نوع. افتحهم شوف عامل ازاي. اوكي، ده نفس ستايل حلواني، مغلف كل واحده لوحدها. فده شغل محترم يعني. يعني ده ولا بقى نقعد نتزلع بقى نفك بعض، لا كده يعني كده ممتاز. حجمها صغير زي بتاعت حلواني. خلينا نعملها ونشوف طعم رضوى من ازاي. يلا بينا. برضو رضوى نفش. ايه موضوع البرجر اللي بينفش ده يا جماعه؟ في برجر بينفش؟ اوكي، البرجر بيكش يعني ما يتساوى باي دهون فيه بتنزل، لكن هو ينفش دي جديده. اوكي، انا قلقان منه يعني بعد ما جربت الوطنيه. خلينا نشوف ده عامل ازاي. رضوى. بسم الله. ده بنسبه كبيره مظبوط. برضو هو مشكلته، مش عارف ايه مشكلتهم في الملح، بس ملحه زي سنه بسيطه، مش زي حلواني مثلا، بس طعمه حلو. فرضوى لا، كويس. نروح اللي بعده. من ثدية. برجر دجاج، مش مكتوب فاخر ولا اي حاجه، بس غريب بقى ان ال 100 جرام فيها 213 كالوري. ده اكتر واحد فيه سعرات حراريه. طيب كاتبين بقى ايه اللي موجود: لحم دجاج حلال، بروتين صويا يعني برضو فيه صويا، فتات الخبز، مثبت صوديوم، بصل، ملح، نكهه الفلفل الابيض الطبيعيه، محسن نكهه لحم الدجاج، نكهه الفلفل الاسود، اكليل الجبل، مراميه. اوكي، في حاجات كتيره. خلينا نفتحه. حلو. نغلف كل واحدة لوحدها بس راكبين في بعض. حجم البرجراية كبير، غير حلواني ورضوى. خلينا نعمله ونشوف طعمه عامل ازاي. يلا بينا. طيب نيجي لسادية. سادية فضل بنفس حجمه، ولا كش ولا نفش. خلينا نشوف سادية عامل ازاي. برضو استوى كله على نفس درجة الحرارة ونفس التوقيت. سادية بسم. ده لحد الان اكتر واحد فيه تتبيله، وتتبيلته حلوه، مفيهوش اي زفاره، مفيهوش اي زناخه، لا طعمه لذيذ. ده برجر لذيذ بجد. يعني رغم ان هو رفيع واتعمل في الآلية الهوائيه اللي هي بتصفي اي دهون في الحاجه، بس ستيل طري من جوه وطعمه حلو. نروح اللي بعده. من شركة الكبير. برجر دجاج. ده ال 100 جرام فيها 160 كالوري. والمكونات: لحمة دجاج حلال، ماء، دقيق، ملح، عامل مساعد، مسحوق البصل، سكر العنب، محسن نكهة، فلفل مسحوق، توم، بصل مضاد للأكسدة، وبروتين الصويا. تحتوي على 65% لحم، يعني ده زي حلواني. فلينا
يعني ما يعملوا العلب ايزي اوبن، ليه بيصعبوها على الناس يعني؟ اوكي، كلهم في كيسة واحدة بس جوه كلهم ملزق في بعضه. نشوف. اوكي، اتفكت. ده سمكتها ملهاش ريحة. خلينا نعمل الكبير ونشوف هيطلع عامل ازاي. طيب عملنا الكبير، حاسسها كشت شوية بس رفيعة قوي. خلينا ندوق طعمها عامل ازاي. بسم الله. صراحة أول مرة حاجة تخيش من المنتجات الكبيرة، يعني دايما المنتجات الكبير بتعجبني، بس ده برضو فيه شوية زناخة كده شبيهة اللي كانت في الوطنية. لا، وتتبيلته مش قد كده. نروح اللي بعده. نيجي لاخر نوع معانا من شركة امريكانا برجر الدجاج. المعلم ده ال 100 جرام فيها 170 كالوري. المكونات: لحم دجاج مفروم من صدور دجاج مجمدة بقسماط 1%، توابل طبيعية، ملح طعام وفلفل اسود، ومسحوق البصل. يحتوي على الصويا والجلوتين، فهم مش كاتبين قد ايه لحم وقد ايه صويا، فالمفروض يكتبوا يعني زي الناس التانية المفروض يكتبوا. هنا نفتح ازاي. اوكي، كل واحدة مش ملفوفة في كيس، كل واحدة محطوطة في ورقتها لوحدها. خلينا نعمل امريكانا ونشوف طعمه عامل ازاي. طيب عملنا اخر نوع معانا اللي هو امريكانا، برضو ده من الستايل اللي هو بينفش شوية، بس ده نفش شوية صغيرين يعني. فده شكله، يا رب طعمه يطلع حلو. بسم الله. ده طعمه حلو، مفيهوش اي زناخة، بيضته مظبوطة، لذيذ. خلاصة تجربة النهاردة: احنا جربنا النهاردة 8 في 4 منهم دول بالنسبة لي حلوين جدا، والأربعة التانيين 2 منهم نايس تو هاف، و2 منهم عن نفسي أنا مش هجيبهم تاني. فبالنسبة للأربعة اللي عجبوني هم بدون أي ترتيب، كل واحد بيدي تجربة مختلفة عن التانية والتجربة حلوة. فعندي هوت اند كريسبي ورضوى وسادية وأمريكان، الأربعة دول بالنسبة لي التوب. نيجي بعد كده للاتنين اللي انا مش هجيبهم تاني، الوطنيه والكبير. بالنسبه للحلواني والسنبله حلوين يعني يتجربوا، بس مش من الطب. الاربعه الاولين هم الطب. وبس والله، بعد ما شفنا حلقه النهارده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانشر الفيديو في كل السوشيال ميديا على الاقل واحد من صحابك، وانتظرونا في الجزء الثاني مع برجر الدجاج اللي بالبقسماط. بيس بو.